ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى هعمل معاكم فكره حلوه جدا جدا باستخدام فرشه الاسنان والولاعه. مبدئيا كده لو لسه مش مشتركه عندي في القناه اشتركي واعملي لايك عشان الفيديو ده هيفيدك جدا جدا جدا. طبعا احنا اي فرشه قديمه بنستخدمها للتنظيفات. تعالوا النهارده بقى هعمل حركه بسيطه جدا في الفرشه بتاعه الاسنان بتاعتك وهي هتخليكي بجد يعني ما تستغنيش عن الفكره ديت. مبدئيا كده انا هبدا ان انا اسخن الجزء اللي ورا الشعر بتاع فرشه الاسنان دوت علشان اقدر ان انا اتحكم فيها كويس. هتبداي ان انت تسخني فيها، هتاخد معاكي حوالي دقيقتين 3، بس تخلي بالك اهم حاجه ان انت ما تجيش ناحيه الشعر اللي قدام علشان هو بيتحرق بسرعه جدا من النار. هتبداي بقى، انا يعني كنت بحاول ان انا اتنيها كده بايديا لكن لا، ما تتنهاش بايدك. هي اول ما هتسيح معاكي هتبداي ان انت تحطيها كده على طرف مثلا الرخامه عندك، اي علبه عندك ناشفه، وتبداي تضغطي عليها بالشكل اللي انت شايفاه اللي انا بعمله دوت. هنا بدات ان انا اضغط شويه وبدات ان انا اسخن تاني. هتفضلي تعملي الحركه ديت كل ما يعني البلاستيك نفسه هيحتاج ان هو يسيح اكتر، سخني لحد ما تبقى مرني معاكي خالص، بحيث ان انت تقدري تشكليها بالشكل اللي انت هتشوفيه معايا دلوقتي. هنبدا ان احنا كل شويه، بصي زي ما انا كده بضغط واحده واحده، ما تقلقيش خالص، بس ابعدي بس عن الشعر بتاع الفرشه. فكره حلوه جدا جدا وهتوفر معاكي بجد حاجات. يعني انا بجد يعني ما كنتش مصدقه ان انا كنت عايزه اغسل حاجه معينه والفكره دي فادتني جامد جدا جدا. هنا بقى بدأت ان انا اضغط عليها برضو كل شوية، وكل شوية كانت محتاجة البلاستيك ان انا اسخنه وابدأ ان انا اضغط عليها. تخلي بالك زي ما قلتلك من الشعر ان هو ما يتحرقش معايا، عشان طبعا احنا عايزين الشعر ده عشان هو اللي ايه هينضف معانا. زي ما هتشوفي كده انا هستخدمها في ايه. بصوا هنا بقى كنت خلاص قربت ان انا اوصل للشكل اللي انا عايزاه، لحد ما توصلي للكيرف اللي انت عايزاه. انا هنا كنت محتاجة ان انا برضو اوصل كمان ان انا اخليها تتاني اكتر واكتر. تقدري طبعا تعملي الحركة ديت على عين البوتاجاز، بس تخلي بالك لان هي هتتني معاها، يعني هتسيح البلاستيك جزء كبير من البلاستيك. فانتي لو عندك ولاعة هيكون افضل. زي ما انتوا شايفين بقى دي الشكل اللي انا وصلت له، وده الكيرف اللي انا عاوزاه. تعالوا بقى اوريكم بقى هستخدمها في ايه. هنا كنت بنضف برطمانات التوابل عندي، ويبقى عرفتش باي فرشه ولا باي سبونج ان هي تدخل جوه، فجات لي الفكره ديت وقلت ان انا لازم اصورها واوريها لكم معايا. بصوا هنا كانت سهله جدا جدا في استخدامها، وبجد فكره حلوه جدا جدا. اعملي لها شير بقى لكل الامهات وكل الناس اللي بجد بتحتاس مثلا في التنظيفات. وعايزه اقول لك الفرشه دي هتروح معاكي لأضيق الأماكن حوالين مثلا الحوض، الحنفية. بجد فكرة حلوة جدا جدا، تستاهل ان هي تنتشر لكل الناس. فكرة كمان سهلة، ويا دوب بفرشة أسنان أصلا قديمة عندك هتنضفي بيها كل حاجة. هنا بدأت أحط بقى فرشة الأسنان في صابون أو سائل المواعين، وبدأت ان انا اوريكم ان انا بوصل لكل الزوايا اللي موجودة من البرطمان من الخارج ومن الداخل. يبقى كده بقى انتهى الفيديو بتاعنا. متنسوش اللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي معانا. باي باي.